يلا تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم صينيه رز في الفرن بحبه الشوربه اللي كانوا باقيين عندي من الفراخ الوطنيه، وهعمل عندي صينيه خضار كوسه وبطاطس محشي اللحمه معصجه بالتريكات والحركات. تابعوني على قناتي هتلاقوا عندي حاجات جديده. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف المكونات ونشوف الطريقه. تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض كوسه محشيه بالعصاج وبطاطس محشيه بالعصاج. انا جبت الكوسه وغسلتها وقشرتها وقورت دي اللي عندكم دي، قورتها معلقه الشاي العاديه لو ما عندكيش مقوار، عندك مقوار قوري بالمقوره. يعني ايه، حاولي تشغلي نفسك. عندي هنا نص كيس صلصه من اللي انا حاطاه في الفريزر، عندي نص كيس عصاج من اللي انا حاطاه في الفريزر جاهز، عندي ملح وعندي نص معلقه بهارات. همسك الكوسه والجزر اقورهم وارجع لكم. تعالوا بصوا بقى كده معايا، قورت البطاطس وقورت الكوسه. ادي التقوير بتاع الكوسه وادي التقوير بتاع البطاطس. خرطت عليهم بصلايه صغيره وفصين توم. ماشي. حطيت كوبايه ميه فوق الصلصه بتاعتي، وادي عندي الملح والبهارات والعصاج. هبدا اعمل ايه، هجيب البوتاجاز وهبدا احمر الكوسه واحمر الكوسه والبطاطس. تعالوا معايا كده، انا حطيت اهو البوتاجاز وحطيت عليه المقلايه، حطيت فيها 4 معالق زيت. هسيبهم بقى كده يسخنوا شويه، وبعدين احط الكوسه اقليها والي البطاطس. تعالوا بصوا بقى كده، بدات اهي الزيت يسخن. تبداي بقى تحطي الكوسه وتقلبيها على كل اتجاه، وعادي لما تحطي الكوسه مع البطاطس الاتنين يتحمروا مع بعض، ياخدوا نار واحده. عشان خاطر زيت الزيتون مش بيستحمل قليه كتير. تشوحيهم كده تشويح على كل اتجاه وتطلعيهم. تعالوا بصوا معايا كده، عبال الخضار ما يتحمر اقلب بقى كل ده مع بعضه. انا عندي جزرايه كده صغيره رحت مقطعاها عشان تغير الالوان كده من تحت. قلبي كل الخضار بقى ده، قلب البطاطس مع قلب الكوسه مع الجزريه الصغيره مع البصل مع فصين الثوم المتقطعين. قلبيهم كده تقليب كويس. حطي عليهم ربع معلقه بهارات، حطي عليهم كده نص معلقه ملح. قلبيهم تقليب كويس عشان يتبلوا، وسيبيهم عبال ما نحمر الكوسه. يعني واحنا بنعمل الكوسه برضه بنعمل حاجه تانية والبطاطس. هطلع بقى الكوسه والبطاطس عليهم لما يتحمروا، وهقول لكم بقى نبدا نعمل ايه. الكوسه طلعت، هحشيها باللحمه المفرومه عبال البطاطس ما تتحمر عشان البطاطس بتجيب شويه. تعالوا بصوا كده بقى معايا، هجيب ربع بقى البهارات، معلقه البهارات وارشها عليهم كده، وبعدين برضو ربع معلقه الملح عشان يبقى كل حاجه عندي كده مملحه كويس. وبعدين اجيب كوبايه كيس الصلصه اللي انا حاطه عليه كوبايه الميه، وابدا ارشه كده فوقيهم عشان خاطر يتوزع كويس. ازود عليه نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه، طبعا ما انت شايفه يعني الاكل بتاعتك محتاجه ايه، وتبداي تاني تحطي كده. الصينيه بتاعتي عندي جاهزه. انا ما حطيتش عليها زيت لاني محمره البطاطس، ولان الصلصه وانا بعملها حاطه فيها سمنه فلاحي. فاذا انا كل حاجه عندي مظبوطه كده. هحطها بقى في الفرن ولما تستوي هوريها لكم. تعالوا بصوا كده معايا، كان عندي حبه شوربه مكان دجاج الوطنيه، عملت عليهم حبه رز في صينيه في الفرن، طلعتهم رشيت عليهم العصاج الباقيه من الصينيه، وبعدين هحمر في مقلايه عندي شويه مكسرات واحطهم على وشه. حطيت اهو المقلايه، حطيت فيها معلقه زبده وحطيت فيها حبه المكسرات، هحمصهم واحطهم على الصينيه وهرجعهم تاني الفرن. لازم اي حاجه تبقى موجوده عندنا نستخدمها. ادي الصينيه بتاعتنا وادي المكسرات هنحطها كده، وهتبقى الصينيه دي كده موجوده. هقدمها لكم مع صينيه الخضار عشان تعرفوا ان انتوا ممكن تعملوا باقل الامكانيات حاجات كويسه في بيتكم. بس يلا تعالوا معايا كده شوفوا الشكل النهائي لصينيه الرز بتاعتنا في الفرن جميله ازاي. حط عليها زي ما انا قلت لكم صدر فراخ بس واحد كده، وحط عليها المكسرات المحمره بمعلقه الزبده، وحط عليها اللحمه المتعصجه، وادي الصينيه بتاعتنا بحبه شوربه كانوا عندي في الثلاجه. عملت صينيه رز جميله وشهيه وريحتها بسم الله ما شاء الله خطيره. ولا تعالوا بقى شوفوا كده معايا صينيه الخضار بسم الله ما شاء الله جميله جدا. الكوسه مع ده ريحتهم ما شاء الله قلب البيت قلب، جميله جدا. جربوها وان شاء الله باذن الله